أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. ما 570 حاجا مغاربة بالسعودية، ولكن قبل أن ندعوكم مشاهدينا الكرام للاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس، حيث وصلت حصيلة الوفيات بين حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة إلى 570، معظمهم لأسباب مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة بحسب تعداد لوكالة فرانس بريس. وتوفي ما لا يقل عن 323 حاجا مغاربة خلال أداء فريضة الحج في مكة المكرمة، حسب ما أفاد دبلوماسيين عربيين وكالة فرانس بريس. وقال أحد الدبلوماسيين الذين ينسقان استجابة بلديهما إن جميعهم ماتوا بسبب الحرارة باستثناء شخص أصيب بجروح خلال تدافع بسيط بين حشد من الحجاج، مضيفا أن الحصيلة مصدرها مشرحات المستشفى في حي المعيصم بمكة. أعلنت وزارة الخارجية الأردنية 41 حاجا أردنيا خلال أداء مناسك الحج في مكة المكرمة. وقالت شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية إن 11 إيرانيا لقوا حتفهم، وتم نقل 24 حاجا إلى المستشفى دون أن تذكر سبب الوفاة. وقالت وكالة الصحافة السنغالية إن 3 مواطنين سنغاليين لقوا حتفهم خلال موسم الحج. وأضاف الدبلوماسيين أن العدد الإجمالي في مشرحة المعيصم أكبر مشرحة في مكة بلغ 550 جثة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 577 بحسب تعداد لوكالة فرانس بريس. وشارك هذا العام نحو 1,000,000 حاج، منهم 1,600,000 من الخارج بحسب السلطات السعودية.